ايه اللي خلاك هو رحت واتجهت انا بدايتي اتجهت في لكمال الجيش. الاجسام؟ في الجيش م. كان بداية البطولات، يعني خدت اول كوت مسلحة. م. بعد كده اتجهت البطولات بعد الجيش، وخدت جمهورية وعملت تجارب عالم. م. بس البدايات نفسها كانت من 10 سنين. يعني بداية اللعب نفسه كان بدايته 10 سنين. م. كان مبدئيا دخلت كنت بلعب كيك بوكس وقلبت الحديد. يعني انت كنت يا خالد بتلعب رياضه في الاول، رياضه عاديه، كاراتيه، كونغ فو، تايكوندو، اه اي اه حاجه من اه الحاجات دي، وبعدين كنت بلعب كيك اتجهت لكمال بوكس. الاجسام؟ وبعد كده اتجهت لكمال اجسام. قعدت في الكيك بوكسنج قد ايه؟ قعدت فيه سنتين. سنتين. اه ايه اللي اه خلاك تروح لكمال الاجسام؟ هو كمال اجسام تعتبر لعبه يعني محفزه لكل الالعاب القوى، يعني ممكن تكون محفزه للكوره نفسها، م. بس اللي بيستخدمها صح. م. الكيك بوكس برضو نفس القصه، بتبقى برضو محتاجه قوه ولياقه بدنيه، برضو بتلاقيها في الحديد. م. لعبه الكونغ فو برضو نفس القصه برضو. فالحديد بيوزع كل الرياضات نفسها، بتبقى محفز، طب بتبقى. هل وانت صغير وانت شاب، لما كنت في الكيك بوكسينج، يعني قررت ان انت تروح كمال الاجسام، اول حاجه ايه اللي شدك ليها؟ الشكل، المنظر، ان انت لا تتمنظر، ان انت تحس ان انت قوي عن بقيه الشباب وبقيه لا زمايلك؟ لا، هي التناسق العضلي عندي كان محفز ليا ان انا اخش في كمال اجسام. في يعني كباتن شافوني، قالوا لي حفزوا الفكره في دماغي ان انا اخش واتعامل وكده. دخلت لقيت جسمي بيتقدم والدنيا بتبقى كويسه معايا، مم. كملت فيها. مم. بس يعني يعني هي إيه اللي يميزها عن بقيه الالعاب؟ اللي بيميزها ان هي بتخليكي بص للحياة من منظور أحسن، يعني أفضل، اللي هي بتنوع طريقة نومك، طريقة أكلك، بتحافظ على صحتك، بتحافظ على لياقتك، بتلاقي نفسك فيها يعني من الآخر يعني. مم. بس هي مش عايزة تتجه اتجاه عنف أو تتجه اتجاه خطأ، مم. عايزة تتجه اتجاه صحيحي، مم. مم. اللي هي تبقي بتراعي ربنا برضو، ما تفتريش وكده عشان ربنا يديك لا، ده وكده. احنا لسه هنيجي بقى في الافتراء ونراعي ربنا والرياضه والاجسام والحاجات دي انت هتاخدنا كده في ايوه صح الكلام. صح. نرجع لمحمد عنتر، ومنورني طبعا يا محمد في ربنا الاستوديو. يخليك ربنا يخليك. محمد طبعا لاعب العاب العاب قوه. قوه، مصر، واخد جوائز